السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هننفذ مع بعض بلوزة حريمي، حريمي او بناتي. البلوزة بتاعتي هتلبس مقاس لارج، من 65 ل70 كيلو. سهلة جدا لأي بنت مبتدئة، ممكن لو مشيت ورايا في الخطوات اللي أنا هعملها هتنفذها بكل سهولة. هستخدم خيط اسمه فلاير. الخيط ده مصري، السمك بتاعه زي ما انتم شايفين يا حبايبي. الخيط سعره معقول بالنسبة لأسعار الخيط اللي بقت غالية اليومين دول. ده كويس وأنا مجرباه. وهاتيه وجربيه على ضمانتي. هستخدم إبرة رقم 6، هستخدم مقص، هستخدم إبرة تنظيف بس مش أكتر. انا هستخدم ابره رقم 6 عشان خاطر الغرزه بتاعتي تبقى مريحه كده وتبقى طريه، مش ما تبقاش مشدوده معايا. هنسحب الخيط كده من قلب البقره زي ما احنا متعودين كده بالشكل ده. هسلكه بقى كده ونسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هنعمل ايه في اول خطوه عندنا. اول حاجه حبايبي همسك حرف الخيط كده وهعمل عقده البدايه اهو، واسحب الخيط كده عشان اعمل عقده البدايه. طب هرتفع بالسلاسل بتاعتي، هرتفع كام؟ هعمل 61 سلسلة. يعني 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6 7. نخلي بالنا يا حبايبي من العدد كويس قوي. عملت يا حبايبي كده 61 سلسلة ارتفاع زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل، هلف الخيط على الابرة وهعمل، هعد 1 2، وفي رقم 3 هدخل هروح عاملة ايه؟ غرزة عمود بلف، واسحب الخيط كده واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده، والف الخيط على الابره وهدخل عمود بلفه في الغرزه اللي بعدها. هلف الخيط على الابره وهدخل في الغرزه اللي بعديها برضو عمود بلف. هلف الخيط على الابره وهدخل هعمل عمود بلفه بالشكل ده. والسطر كله يا حبايبي هيبقى عباره عن غرزه عمود بلفه في كل سلسله من السلاسل بتاعتي لحد نهايه السطر. هعمل في كل غرزه من الغرز دي عمود بلفه بالشكل ده. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود بلفة، وهكذا لحد ما اخلص السطر كله. هخلصه ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت السطر يا حبايبي زي ما انتم شايفين. في كل غرزة من الغرز بتاعتي عملت عمود بلفة. تمام. هقفل السطر معاكم اهو عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. اخر غرزة هنخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. هاجي بعد كده بقى هرتفع 3 سلاسل عشان السطر السطر الجديد. ادي اول سلسلة 1 2 3، والف الشغل معايا. هاجي الف الشغل هشتغل ازاي؟ انا هشتغل بريد امامي بريد خلفي. في العمود الاولاني اللي هيقابلني على طول هدخل كده من تحت العمود كده من ورا، واروح ساحبه الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. وده بالنسبه لي ده العمود الامامي. هلف الخيط على الابره وهدخل هعمل عمود خلفي. العمود الخلفي من ورا كده هدخل واسحب الخيط بتاعي زي ما انتم شايفين واخرج من حلقتين في حلقتين تاني. هلف الخيط على الابره وهدخل، انا كده بعمل القمر بتاع البلوزه بتاعتي. هلف الخيط على الابره وهدخل اخرج من حلقتين في حلقتين، والف الخيط على الابره وهاجي العمود الخلفي زي ما انتم شايفين. بصوا الابره داخله فين عشان البنات المبتدئه اهو. واخرج من اخرج من حلقتين في حلقتين. العمود اللي بعديه هيبقى امامي، هعمل عمود امامي واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده يا حبايبي. يبقى كل السطر هيبقى عمود امامي عمود خلفي، بريد او بريد امامي بريد خلفي. هلف الخيط على الابره والغرزه اللي عليها الدور هتبقى اهو بريد خلفي. هدخل كده، شايفين الابره ازاي؟ الابره اهي والعمود قدام الابره اهي بالشكل ده من ورا كده، واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. هاجي بصوا اللي بعديها هتبقى بريد امامي. هدخل الف الخيط، بصوا انا داخله ازاي اهو، والابره فين والعمود فين؟ العمود قدام الابره اهو بالشكل ده اهو. واللي بعديها برضو عمود امامي عمود خلفي بالشكل ده، عمود خلفي ده خلفي، واللي جاي بعديه عمود امامي اهو
عمود خلفي، عمود امامي اللي بعديه على طول، واخرج من حلقتين في حلقتين، هلف الخيط على الابرة وهدخل اعمل عمود خلفي، واخرج من حلقتين برضو في حلقتين، بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة وهدخل اخرج من حلقتين في حلقتين، وهكذا يا حبايبي لحد ما اخلص السطر كله. وده هيبقى الشكل بتاع السطر بتاعي الاولاني، اخلصه وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت السطر يا حبايبي زي ما انتم شايفين، فضلت ماشي عمود امامي وعمود خلفي لحد نهاية السطر، واخر غرزة معايا هتبقى عمود خلفي. هشتغل كده واخرج ورا العمود كده واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. هاجي بعد كده الغرزة اللي هتقابلني الاخيرة هشتغل تحت الحلقتين كده عمود عادي بالشكل ده، هخرج من حلقتين في حلقتين زي ما ابتديت السطر بعمود عادي، هنهي السطر بعمود عادي. البداية زي الايه زي النهاية بتاعتي زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بعد كده؟ ارتفع بقى للسطر الجديد، ارتفع ادي 1 2 3 والف الخيط، هلف الشغل قصدي، هلف الشغل كده وهاجي عند اول عمود اروح عامله عمود امامي عندي، هيبقى عمود امامي بالشكل ده، فوقيه عمود امامي، والعمود اللي جاي بعديه هيبقى خلفي، يبقى هشتغل فوق العمود الخلفي عمود خلفي. هدخل كده تحت العمود كده بالشكل ده واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. اللي جاي هيبقى عمود امامي، هندخل تحت العمود الامامي، شايفين انا بدخل الابره فين بالشكل ده، وهاجي تحت العمود الخلفي برضو هسحب الخيط كده، الف الخيط وهدخل كده تحت العمود من ورا كده واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. هلف الخيط كده وهدخل اسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين، عمود امامي عمود خلفي، وكل السطر هيبقى معايا بالشكل ده عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلص السطر كله بنفس الايه بنفس الطريقه. فوق العمود الامامي هعمل عمود امامي، فوق العمود الخلفي هعمل عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي، ده العمود الخلفي اهو، والعمود الامامي بعديه على طول الف الخيط وهدخل عمود امامي بالشكل ده، عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، هخلص السطر يا حبايبي بنفس الطريقة كده وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. وصلت يا حبايبي لنهاية السطر زي ما انتم شايفين. انا كده عملت كام؟ عملت اول سطر عمود بلفة، بعد كده عمود امامي عمود خلفي، والسطر التالت عملته عمود امامي عمود خلفي. هشتغل بقى اخر غرزة معايا اهي، هشتغلها اللي عليها الدور اللي هي اللي ايه غرزة العمود الخلفي. هلف الخيط على الابرة واخرج كده من ورا كده العمود واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. وفي اخر حاجة العمود الاخير بتاعي بنعمله في الايه في العمود عادي. هدخل كده في سلسلة الارتفاع اللي هي رقم 3، هدخل كده بالشكل ده اهو، هي ضيقة بس شوية معلش اهي، واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. هرتفع بقى للسطر الجديد، خدي بالك معايا اهو، هرتفع بقى للسطر الجديد 1 2 3 والف الشغل كده. اول عمود معايا هحسبه اول عمود، هاجي تحت الحلقتين وهشتغل تاني عمود، اجي هلف الخيط على الابره وهدخل اعمل عمود بلفه، والف الخيط على الابره وهدخل برضو اعمل عمود بلفه، دي التالت. هلف الخيط على الابره وهدخل اعمل رابع عمود بالشكل ده، وبعدين العمود الخامس هلف الخيط على الابره وهدخل اعمل العمود الخامس. كده انا عملت 5 عمود بلفه فوق كل عمود. تمام. هعمل بعد كده بقى ايه، هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت 10 سلسلة. هاجي في راس العمود من تحت كده بالشكل ده، هنزل تحت الحلقتين كده وهدخل اسحب الخيط واعمل منزلقة. هدخل كده تحت الحلقتين بالشكل ده زي غرزة البيكو كده لو تعرفوها، هسحب الخيط كده واعمل منزلقة بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة وهعمل ادي اول عمود بعديها
هاجي بعد كده اشتغل في الحلقتين عادي، مش هسيب ولا ايه ولا عمود ما اشتغلش فيه. ادي اول عمود، ادي تاني عمود، تالت عمود تحت الحلقتين، رابع عمود، العمود الخامس. عملت كده خمسة عمود، ونخلي بالنا احنا ما بنسيبش عمود ما نشتغلش فيه. تمام. هاجي بقى بعد كده ارتفع، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت 10 برضو سلسلة، وهاجي في راس العمود من تحت كده اهو، تحت الحلقتين هدخل واعمل منزلقة، هسحب الخيط كده واقفل بمنزلقة بالشكل ده اهو. تاني هنكرر الموضوع تاني، هلف الخيط على الابرة وهدخل برضو اول عمود، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5. عملت 10 سلسلة، وبعدين هدخل في راس العمود كده من تحت واروح سحبة الخيط واقفل بمنزلقة بنفس الطريقة كده بالشكل ده. وهكذا يا حبايبي، هو كده زي ما انتوا شايفين. هشتغل برضو 5 عمود، والسطر ده كله هيبقى كده، هشتغل 5 عمود، وفي العمود الخامس هرتفع ب10 سلسلة واقفل بمنزلقة في راس العمود من تحت بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا عاملين في الاول العدد بتاعنا 60، يعني هيقبل القسم على 5، كل 5 غرز بنعمل السلسلة اللي احنا بنعملها دي. هدخل كده بالشكل ده اهو، وهسحب الخيط واقفل بمنزلقة. وهكذا يا حبايبي اخلص السطر كله بنفس الوضع كده، وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت يا حبايبي السطر، وزي ما انتوا شايفين انا عملت كده مجموع الفراغات بتاعتي دي مجموعها 11 فراغ. تمام. هاجي بعد كده اخر الفراغ عندي اللي هو ال11 ده رقم 11، بعديه على طول هشتغل عادي. ادي اول عمود، تاني عمود تحت الحلقتين، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، العمود الخامس والاخير هشتغله كده في سلاسل الارتفاع بتاعتي والاخير. يبقى كده انا ابتديت ب5 عواميد ونهيت ب5 عواميد، والفراغات دي 11 فراغ. ونخلي بالنا من العدد كويس قوي عشان خاطر العدد مهم. يبقى احنا كده عندنا 11 فراغ من فراغات السلاسل بتاعتي دي، وما بين كل فراغ وفراغ بنعمل 5 عمود، وفي النهاية 5 عمود، وفي البداية 5 عمود. هرتفع بقى للسطر الجديد، ارتفعت سلسلة واحدة بس. هاجي بعد كده اشتغل السطر ده بغرزة الحشو في نفس المكان الارتفاع بتاعي. هشتغل اهو اول غرزة حشو فوق كل حلقتين من الحلقات بتاعتي هشتغل غرزة حشو. ادي تاني، ادي 3 4. هاجي بقى 5 اللي هتبقى ورا الفراغ بتاعي ده هتخطاها كده، واروح عامله الغرزة ال5 بتاعتي بالشكل ده. هسيب الجزء ده على جنب كده، وهشتغل فوق كل غرزة حشو عشان العدد بتاعي ما ينقص بالشكل ده. شايفين انا كده تنيت الجزء ده على جنب كده، ورحت شغاله في غرز الحشو عادي. الغرز واضحه عندي كده، الحلقتين اهم زي ما انتوا شايفين. تحت كل حلقتين هدخل فيهم واعمل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين مرة واحدة كده بالشكل ده. واول ما اجي عند السلسلة الارتفاع دي ال10 سلاسل دول ماليش دعوة بيهم، بتنيهم وبدخل برضو في الحلقات بتاعة العمدان بتاعتي بشتغل عادي. نخلي بالنا عشان احنا اصلا كده احنا كنا شغالين في كل العواميد، ما كناش بنسيب ولا عمود من غير من غير شغل. فكده برضو فوق كل عمود هشتغل غرزة حشو، والفراغ عندي ده مش محسوب. تمام. هتني كده اهو وادخل تحت الحلقتين بالشكل ده، يعني العدد بتاعي في الاخر هيبقى هما الغرز بتاعتي بالشكل ده. السطر كله هيمشي غرزة حشو، وبعدين هخلصه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد يا حبايبي. وصلت لاخر السطر يا حبايبي بغرزة الحشو، غرزة فوق كل غرزة لحد ما خلصت السطر كله بنفس الطريقة. هعمل بعد كده اهو،
خلاص هقفل السطر معاكم وهرتفع للسطر الجديد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 زي ما انتوا شايفين كده. ده المنظر بتاع الايه السطر بتاعي. هلف الشغل معايا وهشتغل بقى. بعد كده عملنا اول ايه 3 سلاسل ارتفاع عمود، اول عمود. هاجي بعد كده تحت الحلقتين بتاعت غرزة الحشو ادي 2 عمود، بعد كده 3 عمود، 4 عمود كده الرابع، وبعد كده العمود الخامس. هندخل تحت الحلقتين كده بالشكل ده ونطلع من حلقتين في حلقتين كده. عملت ال5 عواميد. هشتغل بقى السلسلة بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت كده 10 سلاسل تمام. هاجي كده تحت الايه حلقتين بتوع العمود بالشكل ده واروح داخله وسحبه الخيط وخارجه ايه منزلقه بالشكل ده. اسحب الخيط بتاعي واقفل بمنزلقه اهو. وبعد كده الحلقتين اللي وراهم على طول هنشتغل فيهم ايه برضو. اول عمود ادي 1 ادي تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود. كده عملنا 5 عمود بلفة تمام. بعد الخامس عمود يبقى هو 5 عمود 10 سلسلة غرزة ايه غرزة منزلقة. هعمل 10 برضو سلسلة واقفل ايه الغرزة بمنزلقة، اقفل بغرزة منزلقة تحت كده عند رأس العمود كده، وهدخل واسحب الخيط واقفل بمنزلقة. يعني تكرار للسطر اللي ايه اللي قبل اللي فات. يعني السطر ده كله تكرار للسطر اللي قبل اللي فات بالشكل ده. تاني هنشتغل برضو نفس الايه نفس اللي احنا عملناه في السطر اللي فات هو اللي هنعمله في السطر ده. السطر اللي قبل اللي فات هو اللي هنعمله في السطر ده. هنشتغل برضو 5 عمود في كل ايه غرزة من الغرز بتاعتي. هعمل عمود بلفة بالشكل ده، وبعد ما اخلص ال5 عمود هرتفع 10 سلسلة اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هاجي اخر غرزة معايا اهي. هشتغل ايه هخرج من حلقتين في حلقتين وارتفع بقى بالسلاسل 10 سلسلة واقفل ايه واقفل بمنزلقة بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر معايا اهو. عملت ال10 سلاسل وعمودين وهكمل الباقي بقى. ادي كده رقم 3 ادي رقم 4 العمود رقم 4 العمود رقم 5 وبعدين هرتفع بالسلاسل اعمل 10 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهاجي برضو تحت كده في راس العمود كده وهنزل عند رأس العمود كده وهعمل ايه غرزة منزلقة بالشكل ده. هدخل كده تحت الحلقتين وهروح عامله ايه سحب الخيط واعمل منزلقة تمام. وبعد كده خلاص هكمل بقى العواميد اللي فاضلالي. دول عندي كام 5 لو عديتهم الاقيهم 5 ايه عمود بلفة. دي 2 ادي 3 الغرزة الرابعة وبعدين الغرزة الخامسة. هدخل كده في سلاسل الارتفاع كده معايا 5 عمود بلفة وارتفع سلسلة للسطر الجديد والف الشغل. وهاجي تحت الحلقتين سطر حشو بالشكل ده. ادي 1 2 3 4 5 ونيجي عند ال5 نروح تانيين الايه الجزء ده تحت كده ونشتغل من وراه ال6 ونخلي بالنا من العدد كويس عشان خاطر الغرز بتاعتنا ما تقلش، عشان العدد بتاعنا يطلع مظبوط. كل سطر لازم اعد الفراغات بتاعتي دي لازم يطلعوا 11 فراغ كده حبايبي. كل اللي انا هعمله ارتفاع بالسطور بتاعتي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هخلصه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. هنعمل سطر عمود بلفة 10 سلسلة غرزة منزلقة وهكذا، والسطر اللي بعديه غرزة حشو. ونخلي بالنا من العدد كل مرة يبقى معانا 11 فراغ من الفراغات بتاعتي دي، ما ننساش عشان ما نقللش عدد الغرز ويورب معانا.
ارتفعت بالسطور يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت 26 سطر. وبرضو هقيسها لكم بالمزورة عشان نعرف برضو الايه كم سطر بالسنتي بالظبط. وطبعا الطول ده على حسب انت ايه، على حسب ما انت عايزة بتتحكمي في الطول ده، عايزاه قصير عايزاه طويل، دي حاجة ايه على حسب ذوقك انت. بصوا انا هقيسها لكم بالمزورة كده عشان نشوف احنا عملنا قد ايه سطور ارتفاع. انا عندي هنا عملت كام؟ عملت 55 سنتي، 55 سنتي من غير حردة الرقبة، 55 سنتي يا حبايبي. تمام. هنيجي بقى بعد كده هنحدد بقى ايه، هنعمل الحردة بتاعت الرقبة ونحدد بعد السطور دي بعد 26 سطر طبعا، غير الايه غير السطور بتاعت الكمر بتاعت البلوفر. تمام. هنيجي بعد كده هنحدد بقى ايه الرقبة بتاعتنا هنعملها ازاي. بصوا هاجي هنا اهو، انا عندي ايه لو تفتكروا هما كانوا 61 غرزة، ايه كانوا 61 غرزة. انا اخر حاجة عاملاها غرزة اللي هي العمود 10 سلسلة. تمام اهي العمود 10 سلسلة. انا كان عندي 61 غرزة في البداية خالص لو تلاحظوا. تمام كده انا هقسم ال 61 دول، هاخد 20 غرزة من هنا واروح حاطة الايه الماركر بعد الغرزة الايه بعد الغرزة 20، وهسيب 21 غرزة وبرضو هروح حاطة الماركر، يعني هسيب 20 غرزة من هنا و20 غرزة من هنا، وفي النص ال21 غرزة بتوعي. تمام. هنطبق بقى الكلام ده ازاي هنشوف، هنعملها واحدة واحدة كده نشوف هنعمل ايه. اخر السطر عندي كان العمود بلفة، يبقى السطر اللي جاي هيبقى ايه، هيبقى غرزة حشو. تمام. هرتفع السلسلة كده اهو بالشكل ده. تمام. ادي 1 ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 والغرزة الأخيرة بتاعتي 20. تمام كده أنا عملت 20 غرزة. هاجي بقى بعد كده هرتفع بقى 3 سلاسل، ادي 1 2 3، والف الشغل معايا، هلف الشغل كده وهشتغل فوق كل غرزة حشو من الغرز بتاعتي هشتغل فيها ايه غرزة عمود بلف. هدخل كده تحت الحلقتين وهعمل ايه عمود، ادي اول واحد، ادي تاني واحد، تالت واحد، هعمل غرزة فوق كل غرزة، وفي النهاية يبقى عندي 20 عمود، وده السطر التاني بتاعي. اشتغل كده عمود بلفة تحت الحلقتين كده بالشكل ده، ادخل بالابرة واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين لحد ما اخلص 20 غرزة بتوعي. ونخلي بالنا بالعدد برضو يا جماعة، نعد كويس عشان خاطر برضو الكتف ده يبقى مظبوط زي الكتف ده، ما يبقاش واحد قليل وواحد كتير. هسحب الخيط كده واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. عمود كده. خلصت يا حبايبي 20 غرزة بتوعي 20 عمود، وارتفعت بسلسلة عشان خاطر السطر السطر الجديد هشتغل سطر حشو، يعني عادي زي ما انا كنت ماشية طول السطور بتاعتي بعمل سطر عمود بلفة سطر حشو، بس الفرق ان انا ما بقيتش اعمل السلاسل اللي هي تحت دي.
هشتغل حشو 20 برضو غرزة حشو. كده خلصت ال20 غرزة بتوع الحشو بتوعي، وارتفعت 3 سلسلة. وهعمل برضو ايه سطر ايه عمود بلفة، غرزة فوق كل غرزة 20 برضو ايه 20 عمود. وصلت للنهاية، نهاية السطر اهو. وبرضو ارتفع سلسلة والف الشغل اخر عمود معايا، وارتفع سلسلة والف الشغل معايا. هخلصه كده بالشكل ده، وارتفع سلسلة والف الشغل برضو معايا. واخر سطر بالنسبة لي هنعمله غرزة ايه غرزة حشو. بصوا يا حبايبي هيبقى الشكل ده معايا. هعمل بقى غرزة حشو تاني السطر وغرزة حشو عشان انهي الشغل بتاعي بسطر غرزة حشو. 20 غرزة حشو برضو فوق الايه فوق الغرز بتاعتي. يبقى انا ارتفعت بكام سطر؟ ارتفعت بسطرين عمود بلفة وسطرين حشو، هما كل اللي انا عملتهم 4 سطور، عمود بلفة حشو عمود بلفة حشو. وهكتفي بالايه هكتفي بالارتفاع ده، مش هعمل اكتر من كده. اخر غرزة عندي هعملها كده في سلاسل الارتفاع بتاعتي في الاخر كده، واسحب الخيط وخلاص. دي اخر غرزة عندي. وكده عشان خاطر نهاية الشلة بتاعتي مش هلضم خيط تاني. بصوا انا عملت كده حردة ناحية من الرقبة من الكتف، يعني انا عملت كده كتف واحد. هعمل الكتف التاني برضو. بصوا عملت عمود سطر عمود سطر حشو سطر عمود سطر حشو، نهاية الشغل بتاعي بسطر حشو. تمام. الناحية التانية برضو هعمل نفس الحكاية، هروح اشتغل برضو كده، هلضم الخيط بتاعي ناحية بعد الماركر على طول، وهشتغل برضو 4 سطور كده بنفس الطريقة، وارجع لكم عشان نكمل نشوف هنعمل ايه في بقية البلوفر. كده يا حبايبي انا خلصت الكتف التاني بتاع البلوزة بتاعتي. انا عملت الكتف التاني زي ما عملت الكتف ده بالظبط، نفس عدد الغرز هي 20، الناحية دي 20 والناحية دي 20. هنا سطرين عمود سطر عمود وسطر حشو سطر عمود وسطر حشو، وهنا برضو 4 سطور 2 عمود و2 حشو. تمام. يبقى كده دول كده احنا خلصنا الجزء ده من الحردة بتاعت الرقبة. كده حددنا الرقبة بتاعتنا. كده انا عايزه بقى، انا عايزه جزء زي ده بالظبط، بس من غير من غير السلاسل اللي قدام دي. تمام، ساده، يعني جزء ساده اعمله للظهر بنفس عدد الغرز بالظبط، من غير حردة الرقبه، وبنفس العدد وبنفس طول طول التيشيرت البلوفر بتاعي. تضيفي عليه كمان الاربع سطور اللي احنا عملناهم بتوع الكتف. تمام. هوريكم برضو جزء اهو، ده زي ده كده بالظبط اهو. ده عبارة عن البداية هي 61 غرزة زي 61 غرزة اللي هم بتوع الجزء التاني. وعملت برضو عمود امامي عمود خلفي 3 سطور ورا بعض. وبعد كده بقيت اعمل عمود امامي، بقيت اعمل غرزة سطر عمود سطر حشو زي ده بالظبط، بس ما عدا السلاسل اللي انا كنت برتفع لها دي. بس سطر عمود سطر حشو، وبالشكل ده سهل جدا وبسيط، ومش هياخد منك اي حاجة. بنفس العدد بالظبط وبنفس عدد السطور تعديهم كده اهو بالعدد، وتقيسيهم بالمزورة عشان تضمني ان هما الاتنين زي بعض. بصوا انا هقيسهم، طبعا انا عدى العدد بتاعي كويس، وكمان هقيسه برضو قدامكم على بعض كده، هقيسهم على بعض عشان تبقوا عارفين برضو انت بتاخدي المقاس ازاي، بتقيسيها وبتعديها وبتعمليها كده اهو عشان خاطر تضمني ان هي الجزء ده زي ده بالظبط. ما عدا طبعا الحردة بتاعت الرقبة دي بتتعمل منين؟ بتتعمل من قدام بس، ما بتتعملش من الظهر. تمام كده. انا عملت الجزئين دول. هنعمل بعد كده؟ شايفين سهلة جدا. كل اللي احنا هنعمله هنعمل سطر عمود بلفة
وسطر حشو، مش اكتر من كده. الف الشغل واروح عامله ايه سطر عمود بلفه وسطر حشو، وكل سطر الف الشغل واعمل ايه قطعه زيها بالظبط. كده خلاص انا نهيت هنهي بقى الشغل مع في الجزء ده كده، واشيله على جنب كده عشان نشوف هنعمل ايه في بقيه الايه في بقيه البلوفر. هقص بقى الخيط، هسيب حته كده عشان انا اثبت بيها الكتف ده في بقيه البلوفر بتاعي بالشكل ده. هسحب جزء كده حوالي نص متر ولا حاجه عشان ايه اثبت بيه، اخيط بيه البلوفر بتاعي من فوق. تمام. هركنه بقى على جنب عشان نشوف هنعمل ايه في الكم الاول. طيب يا حبايبي، انا هعمل دلوقتي مبدئيا كده، احنا كنا عاملين 61 غرزه كبدايه للايه كبدايه للبلوزه بتاعتي او البلوفر بتاعي. انا هعمل ايه؟ هاخد النص بالظبط. يعني مثلا انت على حسب المقاس بتاعك اللي انت بتاخدي نص الغرز بتاعتي بالظبط تعمليها للاساور بتاعه البلوفر. طب مثلا انا هاخد 31 غرزه، هاخد النص مثلا، خدت 31 غرزه. طب انت مثلا المقاس ده مش مناسب ليكي، هيبقى واسع عليكي، هيبقى ضيق، على حسب برضو انت بترتاحي في ايه. ولو انت بتعمليه لحد هتقيسي على المقاس بتاعه، لو عندك تيشيرت ولا عندك بلوفر تقيسي عليه تعملي له الاساور بتاعته. عامه انت بتاخدي نص العدد الغرز. انا هبتدي دلوقتي ب31 غرزه. تمام. هرتفع كده بالسلاسل، اعد 1 2 3 لحد ما اوصل، ونخلي بالنا من العدد كويس قوي عشان خاطر الغرز بتاعتنا ما تقلش معانا وتبقى مظبوطه. تمام. هعمل 31 غرزه بالشكل ده. بصوا يا حبايبي كده دول 31 غرزة. هبتدي بقى السطر اعمل الف الخيط على الابرة كده، وهروح على اعد 1 2 وفي رقم 3 هدخل اروح عاملة عمود بلفة. يبقى كده عندي عمودين، عملت اول عمودين بالشكل ده. في كل سلسلة من السلاسل بتاعتي دي انا هعمل عمود بلفة، هدخل الف الخيط كده على الابرة وادخل في السلسلة كده واسحب الخيط. يعني نفس البداية بتاعتي في البلوفر من تحت، نفس الفكرة ونفس البداية بتاعتي بالظبط. هشتغل السطر ده كله عمود فوق كل غرزة من الغرز بتاعتي، هشتغل عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين في حلقتين، هلف الخيط على الابرة وادخل في السلسلة اللي بعديها بالشكل ده واخرج من حلقتين في حلقتين، هلف الخيط على الابرة واخرج وادخل كده في الحلقة بتاعتي اللي جاي عليها الدور، واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده، واخلص السطر كله ده عمود بلفة لحد ما اوصل للنهاية، واجيلكوا برضو عشان نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت اول سطر يا حبايبي، كل غرزة عملت فيها عمود بلفة لحد ما وصلت للنهاية. تمام كده. هناخد بالنا بس من العدد عشان خاطر يطلع معايا مظبوط. مادام هنعمل حاجة 2 لازم ناخد بالنا من العدد كويس قوي. تمام. هرتفع بقى بعد كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3 سلسلة، وبعدين هشتغل تحت الحلقتين كده، هلف الخيط على الابرة مش تحت الحلقتين، هشتغل عمود عمود امامي في اول عمود، وبعد كده العمود اللي بعديها هعمله عمود خلفي زي ما كنت بعمل القمر بتاع البلوفر بالظبط. اول سطر هعمله عمود امامي، عمود خلفي، عمود خلفي كده، عمود امامي بالشكل ده، عمود خلفي، اخرج ورا العمود كده اهو، ادخل ورا العمود واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين، عمود امامي، عمود خلفي لحد ما اخلص السطر يا حبايبي كده، عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلص السطر بنفس الطريقة. هفضل ماشيه يا حبايبي طول السطر كده عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلص السطر. واخر غرزه هعملها برضو عمود تحت الحلقتين كده فوق العمود زي ما عملت في اول السطر كبدايه، وارتفع 3 سلسله. بصوا هشتغل في في ال3 سلاسل كده
الارتفاع في اخر سلسلة عندي هدخل واسحب الخيط واعمل ايه عمود بلفة في السلسلة دي بالشكل ده. الجزء ده كده هعمل سطر تاني برضو عمود امامي عمود خلفي، فوق العمود الامامي هعمل عمود امامي وفوق العمود الخلفي هعمل عمود خلفي، زي ما حبيبتي زي يا حبايبي ما كنت بعمل في البلوفر من تحت في القمر بتاعه، هعمل نفس الايه نفس الحكايه في الاساور بالظبط. تمام، عشان البنات المبتدئه بس اللي ايه مش عارفين، انا بوضح كويس عشان خاطر البنات المبتدئه. هخلص السطر بقى ده وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه. خلصت السطر يا حبايبي كده، انا عملت 3 سطور زي ما انا قلت لكم، عمود امامي عمود خلفي، غير هما سطرين غير السطر الاولاني. هرتفع بايه بالسلاسل بتاعتي كده، وهشتغل بقى بعد كده هشتغل في كل غرزة من الغرز بتاعتي غرزة ايه عمود بلفة عادي، فوق كل غرزة من الغرز بتاعتي هعمل غرزة ايه عمود بلفة بالشكل ده. انا عندي كام؟ انا عندي لو عديت الغرز هلاقيها 30 غرزة معايا، 30 غرزة. نخلي بالنا عشان خاطر احنا هنبدأ ايه نتزايد في الايه في السطور اللي ايه اللي جاية. اول سطر هعمله من غير تزايد. تمام، انا كده نفس الفكرة بتاعت الايه بتاعت الظهر، بس ايه انا كده بس الفرق ان دول 31 والتانيين كانوا 61 غرزة. هشتغل وسادة من غير اي حاجة، سطر عمود بلفة سطر حشو. تمام، اول سطر معايا اهو انا اشتغلته، هشتغله ايه عمود بلفة، وبعدين هشتغل سطر حشو بعديه، وبعدين عمود بلفة وبعدين حشو، وبعد كده ابدأ في التزايد بتاعي. هنشوف ازاي. وبكده خلصت السطر اهو الاولاني وعملنا عمود بلفة لحد الاخر، بقى معايا 30 عمود. تمام، اخر غرزة معايا اهي في سلاسل الارتفاع هشتغلها كده 30 العمود ال30. تمام، هرتفع سلسلة كده ايه اول سطر عملناه بقى 30 ايه 30 عمود. هرتفع سلسلة وهعمل برضو ايه غرز حشو، السطر ده هعمل برضو 30 غرزة حشو، مش هبدأ في التزايد برضو من السطر ده. 30 غرزة حشو، غرزة فوق كل غرزة كده، السطر ده كله برضو حشو بالشكل ده. وصلت لاخر السطر بتاعت الغرز الحشو بتاعتي، برضو عملت ايه عملت 30 غرزة حشو في السطر ده، وارتفع سلسلة 2 3 للسطر الجديد اهو. بقى معايا ايه سطرين اهم كده، لسه ما بدأناش في التزايد برضو. هشتغل السطر ده كله برضو عمود فوق كل ايه غرزة حشو من اللي عندي دول، هشتغل فيهم عمود، اخلص السطر كله وارجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل الكم نعمل فيه ايه. وصلت لنهاية السطر برضو يا حبايبي اهو، ونفس الايه حكاية برضو عملنا كام كده، عملنا 30 عمود. تمام، كده هعمل بقى السطر اللي جاي سطر حشو، وهيكون السطر الايه الاخير معايا في ايه من غير التزايد، يعني برضو ثابتين كده سطور ثابتة، سطرين كده عمود بلفة وسطر حشو، والسطر ده هيبقى حشو زي ما انتوا عارفين يا حبايبي احنا بنشتغل سطر حشو وسطر عمود ايه بلفة. هشتغل السطر ده برضو غرزة حشو، وبعد كده ايه هجيلكوا عشان نشوف بقى هنعمل ايه في السطر في السطر الجديد. خلصت السطر كده بتاعي، خلصت اخر غرزة معايا كده 4 سطور ثبات بعد الايه بعد الجزء الاولاني ده اللي هو الاسورة بتاعتي. هبتدي بقى في التزايد. التزايد بتاعي دايما يا حبايبي هيبقى ايه من الجنب من الحروف. تمام، هشتغل غرزة فوق كل غرزة عادي،
والتزايد بتاعي هتزايد غرزة واحدة في الحرف ده وغرزة واحدة في الحرف ده، والتزايد دايما هيبقى في السطر اللي فيه عمود بلفة. السطر اللي فيه حشو مش هتزايد فيه. كده بصوا انا عملت اول غرزة في نفس مكاني برضه اهو، هروح عاملة غرزة تانية، يبقى كده انا ايه زودت غرزة من الحرف ده. تمام. وبعد كده هشتغل غرزة فوق كل غرزة عادي لحد ما اوصل للناحية التانية برضو بنفس الطريقة، واتزايد في الغرزة الاخيرة برضو. يبقى انا هزود كده غرزتين في من اول السطر ده. وفي اخر السطر اهو هاجي في الغرزة الاخيرة هروح برضو ايه هعمل تزايد في الايه في الغرزة الاخيرة بتاعتي اهي، هشتغل غرزتين في غرزة واحدة. يبقى السطر ده انا كده زودت السطر ده كده انا زودت غرزتين. تمام. يبقى كده بدل معايا 30 بقى معايا 32 بالشكل ده. كده بدأت في التزايد بتاعي. هعمل بقى السطر اللي جاي بعديه حشو ومش ايه ومش هتزايد فيه. تمام. التزايد بتاعي كله هيبقى في السطور اللي هي فيها عمود بلفة، والسطور اللي فيها حشو مش هتزايد فيها. هشتغل سطر الحشو ده برضو كده وارجع لكم تاني نعمل السطر الجديد مع بعض. اخر غرزة معايا في الحشو. تمام. هرتفع بقى للسطر الجديد بعد غرزة الحشو دي الاخيرة، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 في السطر الجديد، والف الشغل. هلف الشغل وهعمل برضو تزايد في السطر بتاع العمود ده. السطر ده يبقى كده ايه معايا 34 غرزة. ادي ايه غرزة في نفس ايه تحت الحلقتين الاولانيين على طول اهو. كده عملت تزايد في اول غرزة، وبعد كده هعمل غرزة فوق كل غرزة برضو لحد ما اوصل لاخر السطر من الناحية التانية، وهعمل غرزة زيادة يبقى العدد معايا يبقى 34. لو تلاحظوا كده يبقى احنا غرز الحشو ما بنزودش فيها، والغرز بتاعة العمود بلفة هي اللي بنزود فيها. عملنا سطرين عمود كل سطر فيه زودنا غرزتين، بقى كده معايا 34 غرزة. هفضل ماشية بقى كده بنفس الطريقة، وهو سطر عمود بلفة سطر حشو، وافضل اتزايد لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. هنشوف هنوصل لمقاس ايه لحد المقاس اللي انت عايزاه، سواء انت عايزة الكم واسع او ضيق انت اللي بتتحكمي فيه. وانا هقول لكم برضو انا عملت ايه وصلت لحد كام غرزة. وبعد كده هنعمل سطور ثبات لحد ما نوصل لطول الكم اللي احنا عايزينه. وصلت لاخر السطر وعملت غرزة اهي عمود بلفة، والغرزة التانية في نفس مكاني بالشكل ده. وارتفع برضو سلسلة عشان خاطر السطر الجديد لغرزة الحشو اهو. زي ما انتم شايفين يا حبايبي بدأ الايه الكم يزيد معايا في الحجم بتاعه اهو من الجناب. بدأت اخد ايه الشكل الواسع بقى يوسع على فوق اهو. بصوا بقى انا هعمل ايه، هفضل شغالة بنفس الوضع كده لحد ما اوصل للمقاس بتاعي اللي هو زي الكم ده كده مثلا. انا فضلت ماشية برضو سطر سطر ازود غرزتين في كل سطر من السطور بتاعت العمدان بتاعتي لحد ما وصلت لحد 60 غرزة. وبعد ما عملت 60 غرزة لما وصلت لحد العدد 60 وقفت التزايد بتاعي واشتغلت سطور ثبات لحد ما وصلت للكم. وبصوا سطور الثبات اهي من فوق لحد ما وصلت لطول الكم اللي انا عايزاه.
هتوصلي لحد 60. او لو انت عايزه الكم ما يبقاش واسع قوي ممكن زي ما انت عايزه اللي يعجبك. وقت ما انت تلاقي نفسك خلاص انت الكم كده استكفيتي بتوقفي التزايد على طول وبتعملي ستور ثابت برضو من غير عدد معين. انت بتعملي لحد طول المقاس اللي طول الدراع بتاع ايه بتاعك انت شايفين. بتتني الكم كده بالشكل ده اهو على حسب برضو بصوا على حسب المقاس اللي انت اللي انت عايزاه. هخلص برضو السطر معاه هخلص الكم بنفس الطريقة زي الفكرة دي بالظبط وزي ده بالظبط كده هعمله زيه بالظبط اهو. هشتغل زي الكم ده بالظبط كده لحد ما اخلصه وارجع لكم تاني بقى عشان نشوف هنقفل بقيه الايه هنقفل بقيه البلوفر معانا ازاي. ارتفعت بالسطور يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده لحد ما وصلت المقاس الكم اللي انا عايزاه. انا دلوقتي فضلت اتزايد لحد ما وصلت ل 62 غرزه وبعد كده عملت اسطر ثبات. يبقى هنا في الاول زي ما انتم عارفين عملنا الاسوره وبعدين عملنا سطرين عمود بلفه وسطرين حشو ثبات وبعد كده زودت بقيت ازود غرزتين في غرف السطر اللي هو فيه العمود بلفه لحد ما وصلت 62 وبعد ال 62 عملت اسطر ثبات. وطبعا المقاس ده يرجع لك انت على حسب راحتك انت في الكم اللي انت بتشتغليه. طبعا انت عايزه واسع عايزه ضيق انت بتتحكمي بقى في الكم. انا قلت لك على على طريقه التزايد بتاعتي. وهقفل معاكم بقى السطر. هقفل معاكم السطر بالشكل ده. اخر سطر عندي كان غرزه حشو. السطر الاخير عندي في الكم هنا وفي الكم هنا غرزه حشو تمام. هسحب بقى الخيط واخد جزء كده كبير كده عشان اخيط بيه الكم معايا. هعمل حسابي فيه. هفصل كده الخيط عن عن كم البلوفر. هسحب الخيط بقى بالابره بتاعتي بالشكل ده. بصوا يا حبايبي انا معلمه في النص يعني انا عندي 62 غرزه بالظبط. هاجي في النص يعني هعمل 31 غرزه 31 غرزه واجي في النص اروح حاطه ماركر عشان اخد العلامه بتاعت النص بالظبط عشان لما اركب الكم ما يبقاش وارب مني ويبقى مظبوط تمام. هشيله بقى دلوقتي. هنشوف هنعمل هنقفل بقى الاول الجزء بتاع البلوزه عندي من فوق وبعد كده نبقى نركب الكم. اهم حاجه نقفل الكتاف الاول وبعد كده نركب الكمام. بصوا انا عندي دلوقتي هنا زي العدد هنا احنا قلنا 61 وهنا 61 تمام. لحد العلامة بتاعتي من عند المرد بتاع الصدر من فوق احنا عملنا الكتف 20 والكتف وكتف 20 تاني تمام. هقلب بقى الشغل معايا. بصوا الجزء ده اللي هو يبقى لبره هروح قلب الشغل اخلي الجزء اللي هو المفروض اللي هيبقى لجوه هو اللي لبره. يعني انا كده هقلبه عشان خاطر الخياطة تبقى داخلية تمام. بصوا هنا 20 غرزة وهنا 20 غرزة. همسك همسك البلوزة بتاعتي بالماركر كده من اول الغرزة اللي انا معلماها كده وهعد 20 غرزة من هنا و20 غرزة من هنا عشان خاطر يبقوا متساويين مع بعض بالظبط. وبرده بالنسبة للظهر لو في وصلة خيط ولا في اي حاجة نعمل حسابنا ان في وش وفي ظهر ليه. فهقلب برضو لو كان في عدلة وش اخلي الوش لجوه واخلي الظهر لبره لحد ما اخيط تمام كده. انا خدت اول غرزة والغرزة رقم 20 علمتهم كده مع بعض بالماركر بالشكل ده. هاجي برضو للكتف التاني نفس الحكاية همسكهم كده اهو واروح معلمة الغرزة الاولى والغرزة ال20 بالماركر عشان بس لما اجي اشتغل ما تتوربش مني يمين ولا شمال بس عشان تبقى ماسكه بعضها كده بالشكل ده. ولازم نخلي بالنا من العدد برضو كويس. بصوا انا عديت هنا 20 اهم وقدامهم لازم اعد 20 برضو واحط الماركر بتاعي بعد ال20. هحط العلامة هنا بس كده انا علمت. هبتدي بقى اخيط. طبعا انا سايبه خيط من هنا زياده وخيط من هنا زياده على اساس ان انا اخيط بيه.
هلضم الابرة بتاعتي